رسميا ولمدة عام الجيش الملكي المغربي يضم رضا سليم بدون وضع بند أحقية الشراء. اليوم حسم مصير إيهاب أمين مع الأهلي بشأن التجديد، ونتمنى تكون النهاية سعيدة. رسميا غلق باب القيد الصيفي للموسم الجديد من الدوري المصري. مودرن سبورت يحصل على خدمات مصطفى مخلوف حارس مرمى الأهلي على سبيل الإعارة. تنزانيا تستضيف مراسم قرعة البطولات الأفريقية يوم السبت المقبل الساعة 1 ظهرا. الأهلي سيتحمل دفع 150 ألف دولار فقط من راتب رضا سليم، بينما سيتكفل الجيش المغربي بدفع 550 ألف دولار. مصطفى البدري يوقع على عقود انضمامه لنادي بتروجيت لمدة موسمين بعد فسخ عقده مع النادي الأهلي. بلال عطية لاعب الأهلي مع شتوتجارت الألماني من فترة المعايشة. إليكم جدول مباريات الأهلي في شهر أغسطس في الدوري المصري، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.